وده اكيد بيفسر ليه المطور بيسعر الحاجات اللي فيها جنينه قبلي بتسعير اقل بفرق ملحوظ جدا. محمد، انا كنت عايز اشتري بيت، لكن شرط بالنسبه لي يكون بحري. طيب انت عارف الاول ايه الفرق بين البحري والقبلي؟ يمكن القبلي يكون انسب لك. الحقيقه انا مش عارف، بس بشوف دايما الناس بتطلب بحري. طيب معلش قول لي اللايف ستايل بتاعك شكله عامل ازاي وانا اقول لك ايه الانسب ليك. والله انا بحب يكون في نسمه هوا كده في البيت، والبيت يكون فيه نشاط الصبح. طيب يبقى في الحاله دي هيكون الشمال شرق افضل لك، لان ده اولا اتجاه من اتجاهات البحر في مصر، بلس كمان ان الشمال شرق الشمس بتكون موجوده فيه فتره الصبح. طب انا بفكر كمان اشتري بيت في الساحل، بس انت عارف بقى الساحل مختلف، انا ببقى مش عايز شمس خالص الفتره دي بتاع الصبح خالص، لاننا بنكون نايمين. يبقى الشمال الغرب هيكون افضل لك، لان كمان انت فتره الظهر والعصر اكيد بتكون موجود على البحر، فبالتالي لما ترجع بالليل يكون فيه هواء لطيف في التراس، لان اتجاه الهواء السائد في مصر هو شمال غرب. طب انا والدي بقى بيدور على بيت كويس كده، هو كده كده بيحب البيت بتاعه يكون منور طول اليوم. عايز اقول لك ان في فئه كبيره بتدور على ده، ان هي تاخد حاجه قبلي علشان الشمس تكون معاك من اول ما تطلع اول اليوم في الشرق لحد ما تغرب اخر اليوم. بس في نقطه مهمه جدا عايزك تاخد بالك منها، وانت بتشتري وحده فيها جنينه لو سمحت ما تشتريش الجنينه يكون اتجاهها قبلي. ليه؟ هتفرق؟ طبعا انت جوه البيت بتاعك تقدر تتحكم في الجزء بتاع الهواء عن طريق التكييفات، لكن في الجنينه بيكون الموضوع طبعا اصعب كتير، وده اكيد بيفسر ليه المطور بيسعر الحاجات اللي فيها جنينه قبلي بتسعير اقل بفرق ملحوظ جدا.